بيبدأ فيلم النهاردة سنة 1789 في فرنسا، والوقت ده صديقي بسبب حكم الملك الظالم لويس السادس عشر الفرنسيين عملوا ثورة عارمة على النظام، والثورة نجحت فعلا، وعينهم دلوقتي على آخر ملكة في فرنسا ماري أنطوانيت، وبنشوف إنهم مسكوها فعلا وقطعوا راسها على المقصلة. وكل ده بيتزامن مع سعي الضابط الطموح نابليون للحصول على ترقية. وحاليا الدولة اللي ماسكها هيئة الثورة بقيادة مسؤول متشدد اسمه روبن، واللي بيشحن الشعب بالكلمات الرنانة علشان يعيدوا أمجاد البلاد. بنشوف بقى نابليون بيقعد مع السياسي الفرنسي رفيع المستوى بول، واللي بيعرفوا إن في مشكلة جوه مدينة تولون ومحتلها حوالي 2000 جندي إنجليزي، وبيبقى عايز نابليون يروح يعلمهم الأدب لأنه مش هيسمح لأي أجنبي يستولى على أراضيه. وفعلا بيروح نابليون للمدينة المنشودة، لكنه بيلاقي هناك إن المدافع قديمة والناس كسر أصلا، لا بيعرفوا يقتلوا ولا غيره. لكن هنا بنشوف ذكاء نابليون في التخطيط للمرة الأولى، لأنه بسرعة قدر يشغل كل اللي في المدينة على قدم وساق، سواء علشان يحسن المدافع بتاعتهم أو يرتب أفخاخ ذكية ومبتكرة. ولما بيدخل الليل بيبدأ نابليون ينفذ خطته وبيباغت الجنود الإنجليز بذكاء، ومش بيكتفي بكده وبس، ده بينزل أرض المعركة وبيقاتل وبيساعد الجنود، وده طبعا بيخلي الجنود في قمة توهجهم وبيقاتلوا بجسارة. وعند اللحظة المناسبة بيدي نابليون الأمر بإطلاق المدافع على السفن الإنجليزية، والمدافع بعد التعديل بتعمل ضرر شديد للسفن اللي بدأت تتراجع فورا، ونابليون بيفضل يضرب بالمدافع لحد ما بيطرد الإنجليز تماما وبيستولى على المدينة. وطبعا بعد اللي عمله ده السياسي الشاب بول كان مبسوط منه قوي، لدرجة انه رقاه لرتبة عميد. ونابليون ساعتها بيفكره وبيقول له انا قلت لك هنعمل نجاحات سوا واديني وريتك النتيجة. ودي كانت اولى خطوات نابليون في سلم السلطة المطلقة. في نفس الليلة بول بيقول لنابليون الراجل روبن بتاع حكم الثوار ده مش عاجبني والكل شايفه متطرف، وجه الوقت بقى انه يسيب العرش للي بعده. وفعلا بنشوف روبن بيتخانق في المجلس والاجواء بتبقى متوترة على الاخر، وطبعا بول السياسي البارز بيهيج الدنيا عليه اكتر، لدرجة ان الاعضاء وقتها طحنوه من الضرب، وساعتها قرر يضرب نفسه بالنار بدل ما يقطعوا راسه على المقصلة. لكن لسوء حظه الطلقة بتيجي في خده وبيفضل عايش وهو بيتألم، فبيجي بول يقول له معلش ابقى العب غيرها، وبيوديه على المقصلة علشان ينهي حياته برضه للأبد. طبعا بول وأعضاء المجلس المسؤولين عن إدارة الدولة بيعملوا حفلة كبيرة بعد ما قتلوا زعيم الثوار، بس نابليون في الحفلة دي بيشوف أرملة من الطبقة الأرستقراطية اسمها جوزيفين، واللي بتقوم تسأله هو ليه باصص عليها بتركيز قوي كده، فبيقول لها إنه قاد القوات الفرنسية لفترات طويلة، وبيبقى مستني انها تنبهر لكنها بتمشي من قدامه ولا بتقول له اسمها حتى. بس لما بيرجع نابليون مكتبه بيجي له طفل صغير يعرفه ان ابوه اتعدم في الحرب وهو جاي عايز السيف بتاعه، وبيتفاجئ نابليون لما بيعرف ان الواد ده ابن جوزيفين اللي انبهر بجمالها. وعلشان كده بيقرر تاني يوم يروح بنفسه لبيت جوزيفين ويسلم الولد السيف. وطبعا بعد الحركة دي بتخرج معاه جوزيفين وبتبدأ تستلطفه شوية، لكن نابليون كان واقع في حبها بجنون وعايز يتجوزها. المهم بعدها بيروح لبول اللي في مشكلة عويصة دلوقتي، لأن الناس بدأت تتضايق من حكمه هو وكل اللي في المجلس، وبيعرف وقتها نابليون إن ما عندوش غير 4000 جندي بس وشوية أسلحة يدافع بيهم لو حصل هجوم على المجلس ولا حاجة. فبيقترح عليه نابليون إنه يجيب ال40 مدفع اللي تحت إيده، وهيقدر يتصدى للهجوم اللي هيشارك فيه أكتر من 15000 شخص. بس طبعا مقابل كده عايز يشارك معاهم في الحكم لو انتصر، وبشرط كمان إنه يبقى هو صاحب الكلمة العليا في البلاد. وبيضطر ساعتها بول يوافق علشان ينقذ البلد من الفوضى. وعلى طول نابليون بينزل يحط المدافع قدام المتظاهرين، واللي لما بيفكروا يعملوا قلق بيطلق عليهم بدون أي رحمة وبيموت عدد كبير جدا منهم. وطبعا باقي الشعب ترعب من المنظر وطلعوا يجروا من غير تفكير. ونابليون علشان يحتفل بيروح يكتب على جوزيفين اللي اتهوس بيها وبيتجوزها، وبيعمل حفلة صغيرة كده لعلية القوم فقط. وزي ما تقول نابليون نفسه اتفتحت بعد ما اتجوز وقام رايح محتل أجزاء من مصر، بس رغم كده بيبعت لمعشوقته جوزيفين جوابات فيها أخباره أول بأول، وإن تحت إيده دلوقتي 20,000 جندي بينفذوا أوامره، وقدر يحتل إيطاليا في سكته كده واستسلمت بسهولة. بس الغريب بقى إن جوزيفين ما كانتش بتبادله نفس الجماح في الحب، وبيعاتبها في جواباته وبيقول لها انت المفروض تبعتيلي جوابين كل يوم اساسا لاني ما اقدرش اعيش من غيرك. وكل ده يا صديقي وهو عمال يكتشف اثار ومومياوات عندنا في مصر هنا. وفي مرة كده وهو قاعد المساعد بتاعه بيقول له انا جات لي اخبار ان مراتك جوزيفين بتخونك مع شاب فرنسي. فبينهار نابليون من الضحك وبيبقى في حالة نكران تام انه حب الوحيد ممكن تعمل فيه كده. ولما المساعد بيصمم على كلامه بيتضايق جدا وبيركبوا 100 عفريت، لدرجة انه بيقرر يسيب الجيش والحرب للجنرال التاني في القيادة
ويرجع على فرنسا علشان يشوف مراته بتخونه مع مين. وبيتعصب جدا بقى لما بيشوف اخبار خيانة جوزيفين منشورة في الجرايد والخبر على كل لسان، وبيكتم حزنه ده انه اخر من يعلم، وبيرجع القصر بتاعه فورا. بس لما بيدخل وبيلاقي جوزيفين مش موجودة بيتجنن اكتر، خصوصا انه العالم كله عرف انه راجع وموجودين في استقباله ما عدا زوجته. بنشوف بقى جوزيفين بتوصل القصر في عربة وهي قلقانة ومتوترة جدا، خصوصا لما بتشوف هدومها وحاجتها مرمية قدام القصر، فبتدخل تقعد مع نابليون اللي بيفضل يلوم عليها جدا لانها خانته وما عملتش حساب لمشاعره. وطبعا جوزيفين ما بيكونش عندها حاجة تقولها، فبتحاول تعتذر له وبتاكل عقله بكلمتين كده انه بالنسبه لها اهم حاجه في الدنيا، ولان نابليون متيم بيها لدرجه السحر بيسامحها على الخيانه وبيوافق انها تكمل معاه، وبيطلب منها تفضل في ظهره وتدعمه علشان يوصل للقمه، لكنها بتفضل تأكد عليه جملة واحدة بتخليه يرددها انت ولا حاجة من غيري. والغريب ان نابليون تحسه معمول له سحر فعلا ومنهار عاطفيا قدامها، ورغم الحبيب اللي احنا شايفينه ده الا انه لما بيروح الشغل ويجتمع بقادة فرنسا بيبقى شخص تاني خالص، وبيبقى عنده شهية لاحتلال اراضي اكبر، ويبقى عنده السلطة المطلقة على الامبراطورية الفرنسية، خصوصا ان فرنسا حاليا مهددة من كذا جانب وفي حالة فوضى. وعلشان كده نابليون بيعرفهم انه خلاص هياخد حرية مطلقة ومحدش يناقشه في قراراته بعد كده. وبعد اللي حصل ده بيجي مسؤول رفيع المستوى لمقابلة نابليون على انفراد، وبيعرض عليه يعملوا انقلاب على المجلس بالكامل ويستولوا على السلطة هما الاتنين ويرجعوا النظام الملكي. وطبعا نابليون ما بيصدق اساسا، وعلى طول بيبعت جنوده في نفس اليوم عند بول وكل اعضاء المجلس، ومعاهم ورقة استقالة هتمضي عليها بالذوق ماشي، وطبعا اللي مش هيمضي المقصلة موجودة وبيخلصوا عليه. اخو نابليون بقى بيكون قاضي، والناس بتروح علشان تشتكيله من تصرفات اخوه اللي بقى خارج عن السيطرة وبيستعرض قواته العسكرية كل شوية، ونابليون بيكون موجود وبيتخانق مع الناس في المحكمة فكانوا هيموتوه حرفيا. ولما بيدرك كده بيخرج بسرعة لجنوده وبيقفل عليهم الباب، وبيطلع يعرف الجميع انهم حاولوا يقتلوه يا عيني ولازم يتصرف. وهو واخوه بيظبطوا الدور قدام الجنود اللي بتقتحم المكان علشان تسيطر على قاعة المحكمة باللي فيها، وبالشكل ده نابليون سيطر على الوضع ومحدش بقى قادر يقف قصاده خلاص. وبيخرج بقى هو ومراته تاني يوم في الشارع وسط هتافات الشعب اللي فرحان بقائدهم العسكري المحنك، وبينقل هو ومراته القصر الحاكم الفعلي وبيستقروا هناك، وكل يوم حفلات وسهرات بيحضرها صفوة المجتمع والمسؤولين طبعا. وبيقعد بعدها مع المستشار العسكري بتاعه وبيعرفه انه لازم يخلص كل المدن اللي انجلترا واخداها منهم، بس بيبقى قلقان من القيصر الروسي الكسندر وعايز يعرف هو يعتبر حليف ليهم ولا لانجلترا، خصوصا ان روسيا ليها تجارة كبيرة مع انجلترا وبيكسبوا منها كتير. والمستشار وقتها بيشرح له شخصية قيصر روسيا الشاب، وانه مغرور وعنده شعبية كبيرة، وخوفه الوحيد انه يموت بخنجر في سريره زي ما حصل في ابوه من قبله. وعلشان كده بنشوف وزير خارجية نابليون واللي اسمه تايلر كان عامل حفلة وقاعد مع مسؤول نمساوي يسأله عن رسائل السلام اللي نابليون بعتها لهم، فبيلاقيه بيرد عليه ببرود لان تحالف النمسا مع انجلترا قوي جدا، وده هيبدأ يأثر على علاقتهم واهتمامهم بفرنسا اساسا. فبيوضح له تايلور بشكل قاطع ان طموح نابليون يلامس عنان السماء، ولو ما مضاش على معاهدة السلام ممكن يتضايق ويحتل النمسا عادي جدا. ونابليون بيروح لحاكم النمسا نفسه وبيهدده انه هيعتبر عدم رده على رسالة السلام بتاعته اهانة لا تغتفر، ولو تحتم الامر هيغزو البلاد بلا تردد. بس بيجيله وزير الخارجية تايلور يعرفه ان الاوروبيين شايفينه مجرد سفاح، بس لو تخلص من دور قنصل فرنسا اللي بيلعبه ده وبقى الملك والامبراطور الرسمي للبلاد الوضع هيختلف. وفعلا يا صديقي في سنة 1804 تم تنصيب نابليون بونابرت امبراطور فرنسا، ولبس تاج من الذهب لأول مرة في تاريخ الامبراطورية، وبيقف قدام الجميع وبيقول لهم انا لقيت تاج فرنسا في الوحل وجبته بسيفي وحطيته على راسي. وبيجيب تاج تاني وبيلبسه لمعشوقته جوزيفين اللي هتبقى الملكة طبعا. وما بيعديش كتير وبيقعد معاه وزير خارجيته تايلور وبيقول له انت افضل قائد عسكري في التاريخ، بس لازم تطلق مراتك دي وتشوف لك واحدة تجيب لك الوريث. بيبان ان الكلام ده ضايق نابليون جدا وشغل دماغه، ولما بيقعد مع جوزيفين على العشاء بيقول لها بشكل صريح كده قدام الضيوف انه رايح للحرب علشان يدافع عن البلد، والنهارده لو ما حملتش منه في وريث هيحصل طلاق بينهم. والاتنين بيشدوا مع بعض في الكلام لدرجة انهم بيحدفوا بعض بالاكل قدام الناس. انتوا متخيلين علاقتهم وصلت لحد فين؟ وطبعا بعد ما الكل بيمشي بيدخل نابليون الحنين علشان يصالحها ويأكد لها انه هيشتاق لها جدا، لكن هيخلص الحرب في اسرع وقت ويرجع لها. وبالفعل بينطلق نابليون لمعسكر الحرب بتاعه ضد النمسا، واللي بيكون اميرها قاعد مع قيصر روسيا الكسندر،
وقدر يقنعه ينضم ليه في معركة أستر الجليدية. بس رغم كده نابليون ما كانش خايف، بالعكس ده شاف إن ألكسندر مجرد مراهق طايش بيحاول يجاريه، لكنه هياكله تكتيكيا بالجيش بتاعه وهيحقق النصر النهارده. وفعلا بيخيم نابليون والجيش بتاعه ناحية بحيرة متجمدة، وبيقرر يستدرج الجيوش النمساوية والروسية للبحيرة الجليدية ويطلق عليهم بعدها علشان يقعوا يغرقوا بشكل فوري. وأول ما بيعرف إن جيش العدو داخل عليهم بيطلب من الكل يستعد، وبيخلي كتيبة من المشاة تبادر بالهجوم علشان يحاصر الجيش التاني ويدفعهم للنقطة اللي هو عايزها من البداية. وفعلا جيش العدو بيجري لحد ما بيوصلوا عند البحيرة المتجمدة، وساعتها نابليون بيكشف عن المدافع وبيبدأ يدمر البحيرة الجليدية بالكامل، والجنود الروس والنمساويين بيقعوا في المية المجمدة يموتوا واحد ورا التاني. ورغم قسوة ووحشية الخطة إلا أن نابليون نفذها بذكاء من غير ما يخسر عسكري واحد من جنوده، وبيستمر القصف بالشكل ده وجيش العدو بيحاول يهرب بأي طريقة، لكن نابليون مش موقف ضرب ومصمم يبيدهم عن بكرة أبيهم. وطبعا ما بيعديش كتير وأمير النمسا بيجي لنابليون لحد الخيمة بتاعته علشان يناقش شروط استسلامه، وبيعرفوا ان الكسندر غضبان على الاخر ومش هيقدر يجي يقابله. فبيكلموا نابليون بلهجة حادة وبيعرفوا انه كان يقدر ياخد باقي الجيش بتاعه أسرى لو عايز، لكنه راجل كويس ويقبل بالاستسلام بتاعه وكفاية إراقة دماء لحد كده. وبيرجع نابليون يعمل حفلة تنكرية في القصر عنده ويرقص ويتبسط مع جوزيفين، ولرغم موضوع الوريث إلا انهم لسه متعلقين ببعض هما الاتنين. ساعتها خادمة القصر بتقترح على نابليون انه يخلف من بنت مجهولة ويدوها قرشين، وجوزيفين تاخد الواد ده تربيه ويبقى وريثه بعد كده عادي. وفعلا نابليون بيوافق وبيجيبوا بنت محلية وبتبقى حامل منه. ولما بيرجع لجوزيفين بتصدمه انها عارفة بالطفل الغير شرعي اللي هيجيبه ده، فبيتضايق جدا وبيروح لوزير الخارجية بتاعه يطلب منه لما ربنا يرزقه بالواد ان شاء الله يدعمه قدام الجميع ان الواد جاي من جوزيفين عادي، لكنه بيأكد له ان الناس كلها عارفة انها مش بتخلف ولازم يطلقها ويتجوز واحدة تانية. فبيروح لها نابليون وبيعرفها انها حبه الوحيد ومستحيل يحب ست غيرها، لكن بسبب ضغوط الدولة لإنتاج وريث هيضطر يطلقها بشكل رسمي. وعلى طول تاني يوم بيجيبوا القسيس يعلن الطلاق بتاعهم قدام النبلاء، وبيبقى نابليون مجهز خطاب انه فضل مصلحة البلد والإمبراطورية على حبه الأسطوري لمراته جوزيفين اللي عاشت معاه لمدة 15 سنة كاملة، وبيأكد لها قدام الجميع انها هتفضل دايما في قلبه حتى بعد ما اتطلقوا. وطبعا بيخلي جوزيفين تقعد في قصر فخم لوحدها ومعاها الخدم علشان ينفذوا لها كل اللي تطلبه. النهايات اخلاق برضه يا نابليون. المهم بعدها بيقرر يروح يقابل الكسندر قيصر روسيا علشان يحاول يعمل تحالف معاه، وبيرفع عنه على قد ما يقدر ويديله وضعه علشان يكسبه. وكمان نابليون بيعرض عليه يتجوز واحدة من اخواته البنات علشان يبقوا نسايب ويقووا التحالف بينهم. وبيقول له احنا ثقتنا ببعض مبنية على كرهنا المشترك لانجلترا، وطول ما احنا متحدين هنخنق انجلترا ونزحها عن عرش العالم كمان. والكلام ده بيبهر الشاب الطموح صحيح، لكنه بيرفض انه يتجوزه اخته لانها لسه صغيرة جدا. فبيقرر نابليون يبعت وزير خارجيته لامير النمسا ويطلب انه يتجوز ماري بنت الملك النمساوي، وده علشان يقوي العلاقة بين البلدين طبعا. ومحدش ساعتها بيقدر يعترض، وبتم الجوازة بين نابليون وماري النمساوية علشان تجيب له الوريث المنشود. وفعلا ما بيعديش كتير وماري بتخلف له الولد اللي كان نفسه فيه. واول حاجة بيعملها نابليون انه بياخده وبيروح يوريه لجوزيفين، واللي بتفرح في البداية علشان حبيبها ربنا رزقه زي ما كان بيتمنى، لكن سرعان ما بتحزن تاني لانه مش ابنها هي. ورغم ان نابليون اتجوز ماري خلاص، الا ان قلبه وعقله دايما مع جوزيفين، وبيكتب لها جوابات يعرفها ان القيصر الروسي انقلب عليه وبيجبره لغزو روسيا. وعلشان كده نابليون اقنع كل المسؤولين في فرنسا والنمسا وحتى ايطاليا والمانيا اللي احتلهم على الماشي كده انه يقود جيش غفير من الدول الاربعه للزحف على مدينه موسكو الروسيه. وفعلا بيقود نابليون جيشه في الأراضي الروسية وبيهاجم بمنتهى الشراسة في سنة 1812، وبينتصر في أولى معاركه ضد الروس. وكالعادة بيكتب لجوزيفين يفرحها بانتصاره وإنه خلاص بكرة هيدخل مدينة موسكو المنشودة. لكن المفاجأة يا صديقي إنه لما بيدخل المدينة بيلاقيها مهجورة تماما وما فيهاش حد، وبيفهم إن القيصر الروسي سحب الناس والجنود من المدينة وقرر يتراجع على أقصى نقطة في الأراضي الروسية.
وطبعا نابليون بيحس بالإحباط إنه بعد المعاناة في الأراضي الروسية يلاقوا موسكو فاضية في النهاية، وبيقرر يرتاح هو وجنوده في المدينة كام يوم. لكن أول ما بيدخل الليل بيتفاجئ إن جميع المباني في المدينة مولعة واتدمرت تماما، وبيفهم إن دي باقي الخدعة بتاعة ألكسندر علشان يجبر نابليون يتراجع بجيشه وما يكملش في غزوه للدب الروسي. لكن نابليون بيفضل مصمم على الزحف رغم تحذيرات المستشار بتاعه، خصوصا إن الشتاء داخل عليهم والوضع هيبقى صعب على جنودهم والخيول كمان اللي مش متعودة على البرد القارس ده. بس نابليون بيكون راكب دماغه وعنيد جدا، والرسائل بينه وبين جوزيفين مش بتقف وسط الصعوبات دي كلها. لكن لما بيدخل الشتاء بيبدأ يدمر جيشه ويفككه يوم مع التاني، لدرجة ان نابليون أدرك خطأه وقرر ينسحب لأنه وصل روسيا ب600 ألف راجل، واللي اتبقى معاه حاليا 40 ألف فقط. انتوا متخيلين الخسارة؟ ولما بيرجع نابليون بخيبة الأمل دي، القيادات بتقرر تنفيه لجزيرة ألبا، وهياخد معاشه التقاعدي ويبقى حاكم على الجزيرة هناك وأموره هتبقى تمام. وحتى طليقته جوزيفين هتحتفظ بالممتلكات بتاعتها زي ما هي عادي. وتحت الضغط ده بيضطر الإمبراطور الفرنسي يسيب المنصب فعلا. وبمجرد ما بيمشي نابليون من البلد، بيجي ألكسندر يقابل جوزيفين ويحاول يكسبها في صفه ويتجوزها. والأخبار بتنتشر بسرعة في الجرايد وبتوصل لنابليون، واللي طبعا بيتعصب جدا لأنه شايف إن جوزيفين دي بتاعته لوحده، حتى لو طلقها محدش يقرب لها. وبيقرر يبعت لها رسالة يفكرها بالكلام ده، وبيقول لها أنا بقالي 30 يوم قاعد في الجزيرة هنا، وجه الوقت أرجع البلد آخد حاجتي واللي هم أنتي وحكم فرنسا. وبالفعل بيوصل نابليون لعدد من رجالته المخلصين على متن سفينة حربية، وبيتحرك معاهم على طول. وأول ما بيوصل للشاطئ الفرنسي بينزل يبوس الأرض اللي وحشته. ورغم إن جوزيفين كانت منتظرة رجوعه، إلا إنها بتصاب بمرض نادر بيضعفها جدا وممكن تموت، لدرجة إنها لازم تفضل في البيت فترة ما تعملش أي مجهود. وطبعا الملك الفرنسي الحالي لما بيعرف برجوع نابليون وعدد من جيشه، بيبعت له كتيبة تطلب منه يسلم أسلحته علشان يقبضوا عليه ويرجع المنفى في الجزيرة. بس طبعا نابليون بيرفض الكلام ده، وبيطلب انه يقابل الملك ويتكلم معاه شويه، خصوصا انه ما عندهوش نيه يقاتل القوات الفرنسيه. وبيقف قدام الكل وهم رافعين عليه السلاح وبيفكرهم بنفسه وازاي كان بيقاتل معاهم في المعارك بمنتهى الشده والبأس. وبسبب كلمات نابليون الرنانه الجنود كلهم بيهتفوا باسمه وبيدعموه كمان علشان يسترجع الحكم من جديد. بس اللي بيكسر قلب نابليون فعلا لما بيعرف بموضوع مرض جوزيفين الخطير، وانها ما اتحملتش يومين 3 وماتت على طول. وبيكون متضايق جدا ان محدش بلغه في ساعتها علشان يجي يودعها في اخر لحظاتها. لحد بقى ما بنوصل يا صديقي لسنة 1815، والحلفاء في الإمبراطورية الفرنسية بيبقوا شايفين إن نابليون خلاص راحت عليه وعمل لهم عداوات كتير مع مختلف الدول، وبيقرروا يدوله الفرصة الأخيرة في المعركة اللي جاية، ولو ما قدرش يكسبها هيتم عزله بشكل نهائي. وبيبقى نابليون فاتح على نفسه كذا جبهة فعلا، لكن بيقول عليا وعلى أعدائي، وبيقرر يحارب 4 دول في نفس التوقيت. بس المرة دي جيش نابليون ما بيكونش متفوق عدديا كالعادة، والأعداء عاملين تحالف من إنجلترا وروسيا والنمسا. بس مع ذلك نابليون بيحط الخطة وبتبدأ المعركة الأخيرة في مسيرته. ورغم انه كان بارد وحاد كعادته في تكتيكات الحروب، الا ان نابليون المرة دي ما حسبهاش كويس، ومدافع الانجليز بتبقى متطورة للغاية وبتدمر في جيش نابليون بمنتهى العنف والقوة. ورغم كل ده نابليون مش بيعترف بالهزيمة، لا ده بيقرر ينضم للصفوف الأولى في الجيش ويشارك بنفسه في المعركة الوحشية. بس الشجاعة لوحدها مش كفاية، وبينهزم نابليون شر هزيمة، وبيضطر انه ينسحب هو واللي اتبقى من رجالته افضل. وبعد اللي حصل ده هيتم نفي نابليون لجزيرة سانت هيلينا، ودي جزيرة نائية كده هيقضي فيها اللي باقي من عمره لحد ما يموت. وفعلا بيضطر نابليون يرضخ للأمر الواقع، ولرغم موت حبه الوحيد جوزيفين، إلا إنه لسه بيكتب لها جوابات يعرفها فيها اللي بيحصل له. وبعد 6 سنوات في المنفى، وتحديدا سنة 1821، بيموت نابليون بونابرت وحيدا بعد ما قاد 61 معركة في مسيرته العسكرية، وكان سبب في موت 3 مليون إنسان في مختلف المعارك اللي خاضها. ويقال إن آخر كلماته كانت فرنسا والجيش وجوزيفين وديناميت أفلام. فيا ريت بقى اللي وصل للنهاية يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناة بسرعة، لأن نابليون بنفسه موصي على كده. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.